السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة مميزة جدا، شكلها حلو قوي زي ما انتم شايفين، طعمها حلو جدا. وصفة اقتصادية. هنعمل اسهل طريقة للكيك، كيكة البرتقال بنكهتها المميزة بشكلها الجميل اللي انتم شايفينه. مقاديرها اقتصادية جدا، هتلاقيها عندك في بيتك. استغلي موسم الفاكهة واعمليها بالبرتقال او اليوسفي، لكن انا هعملها معاكم بالبرتقال. تابعي معايا الفيديو عشان تعرفي التفاصيل. لو انت جديدة على قناتي ادعميني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل، يصلك مني كل اشعار جديد بكل وصفة انا بعملها ان شاء الله. ما تنسيش تشيري الفيديو لاصحابك ولاصدقائك علشان الفايدة تعم. مقاديرها اقتصادية جدا والنكهة المميزة ليها البرتقان، فأنا أكيد هستخدم عصير برتقان وهستخدم بشر برتقان. هستخدم كمان بيضة واحدة، مش هكتر في البيض. أنا محتاجة كوبايتين من الدقيق، أنا نخلتهم حطيت عليهم ذرة من الملح، كوباية من السكر المج العادي الموجود في أي بيت، المج بتاع الشاي، كوباية من عصير البرتقان، نص كوباية من الزيت، واستخدمي زيت نوعه كويس عشان تاخدي طعم حلو للكيك. بشر برتقانتين او مقدار معلقه كبيره من بشر البرتقان، ومعلقه كبيره هرميه من البيكنج باودر، معلقه كبيره هرميه من النشا. النشا هيفرق جدا في الكيكه، هيديها هشاشه وهيديها طراوه جميله جدا، وده هتشوفيه في اخر الفيديو لما الكيكه تستوى اوريها لكم من قريب الكيكه عامله ازاي. معلقه كبيره من اللبن البودر هتفرق جدا في الطعم، هتدي غنى طعم اكتر وهتدي طعم مميز للكيكه. واللبن البودر كمان بيحسن من المعجنات والمخبوزات. بيضه، والبيضه انا حطيت عليها فانيليا، وكمان هزود عليها معلقه كبيره من الخل. الفانيليا والخل هيضيعوا زفرة البيض خالص. كمان الخل بيعمل كمحسن في الكيكه، فهيديكي هشاشه وطراوه جميله جدا. انا الكيكه بتاعتي هعملها في الخلاط، كل المقادير هضيفها في الخلاط زي ما انتم شايفين كده. حضرت الخلاط بتاعي، ضفت السكر وهضيف عصير البرتقال. كتروا من الوصفات اللي فيها برتقال عشان فيتامين سي، حاجه بتقاوم البرد طبعا، حاجه طبيعيه. وادي الزيت. كيكه الخلاط دي اسهل كيكه واسرع كيكه ممكن تعمليها. انت بتضيفي المكونات كلها زي ما انت شايفه كده. انا ضفت كمان النشا واللبن البودر، وبتخلطيهم في الخلاط وتضيفي الدقيق وتبقى كده الكيكه جاهزه. بشر البرتقال انا عملته بمبشره اللي بنقشر بيها البطاطس، ليها ناحيه كده للتقشير، استغلتها وقشرت البرتقال. اخدت منه قشور من غير الجزء الابيض لان الجزء الابيض بيدي مراره. هخلط المكونات كلها في الخلاط زي ما انتم شايفين حوالي 5 دقايق متواصلين. الخليط كثافته هتزيد، هيتقل، لونه هيفتح، هيبقى القوام كريمي زي ما انتم شايفين معايا كده. كيكه نكهتها حلوه قوي، انا بحب الكيكه جدا البرتقال، بعملها طول الشتاء. انتوا كمان اعملوها هتعجبكم جدا. الخليط بتاعي انا ضفته في البوله اللي هعجن فيها الكيكه. هضيف بقى البيكنج باودر للدقيق واخلطهم كويس، بعد كده هضيفهم على السوائل. لو انتي لسه متابعه الفيديو اعملي لايك للفيديو، ولو انتي جديده على قناتي دعميني بالاشتراك. هضيف الدقيق بالتدريج وهخلط. لما الخليط الدقيق يختفي فيه هبتدي اضيف جزء تاني. ما تضيفيش الدقيق دفعة واحدة لان الهواء هيخرج اللي في خليط السوائل، وفي نفس الوقت ممكن يكلكع معاكي. افضل حاجة تضيفي الدقيق بالتدريج زي ما انا بعمل كده، وبالمضرب اليدوي هبتدي اجمع عجينة الكيكة بتاعتي. ضفت اخر جزء من الدقيق وهبتدي بقى اخلط الخليط كله. هيطلع معاكي المقادير لانها مظبوطة جدا، هيطلع الخليط كريمي وناعم زي ما انتوا شايفين كده، لا خفيف ولا تقيل. وطالما الكيكة بتعمل خيوط ثابتة كده على سطح العجين يبقى القوام مظبوط، لكن لو كانت خفيفة وبتختفي هتحتاج دقيق تاني.
ده كده قوام مظبوط جدا للكيكة بتاعتي. هبتدي احضر صينية الخبز. ممكن بقى تحطيها في اي صينية انتي تحبيها، ممكن صينية مربعة، صينية مدورة، بس انا هخبزها في الكحكة، بتدي شكل جميل ومميز للكيكات، بحبها جدا. انا دهنتها مادة دهنية، بطنتها بالدقيق زي ما انتوا شايفين علشان خليط الكيك ما يلزقش وقت السوا. بضيف بقى الخليط كله دفعة واحدة زي ما انتوا شايفين كده. كده الصينية بتاعتي جاهزة. انا شغلت الفرن يسخن على درجة حرارة 170. مدة الخبز من 25 ل 30 دقيقة، طبعا حسب درجة حرارة فرنك. انا بحطها على الشبكة الوسطانية لحد ما تستوى. بعد كده بشغل الشواية، اديلها لون من فوق الوش زي ما انتوا شايفين كده ذهبي وجميل. كمان لما بتخرج من الفرن انا بختبرها بخلة، بشوفها استوت من جوه ولا لا. الكيكة مقاديرها مظبوطة جدا، حطيها على درجة حرارة مظبوطة، هتطلع معاكي زي ما انت شايفة معايا كده هشة وطرية عالية. هوريها لكم كمان من قريب. شايفين بقى الجمال والحلاوة، شايفين الطراوة، شايفين قد ايه الكيكة من جوه عامله زي الاسفنج، كلها فراغات، هشه جدا، طعمها حلو قوي، جربوها. المقادير بتاعتها بسيطه جدا واقتصاديه، لكن طعمها رائع رائع رائع. جربيها بطريقتي وان شاء الله هتعجبك، ولو جربتيها بطريقتي وعجبتك ادعي لي دعوه حلوه. شايفين الكيكه بتاعتنا لونها جميل ازاي من بشر البرتقال اللي حطيناه وعصير البرتقال. كمان الكيكه هشه ومرتفعه، احنا ما استخدمناش بيض كتير، هي بيضه واحده، لكن زي ما انتم شايفين النتيجه جميله جدا. طول الشتاء طول ما عندك برتقان اعملي الكيكه دي، وانتي وقت الخبز كده بتدي نكهه جميله للبيت. طعمها حلو قوي. احفظيها في علبه محكمه الغلق في التلاجة، هتقعد عندك اسبوع بنفس الطراوه، مش هتنشف ولا حاجه. استغلي موسم البرتقال واعملي الكيكه دي. شايفين شكلها رائع. نصيحتي ليكي لما تقشري البرتقال عشان تاخدي قشر البرتقال للكيكه ما تاخديش الجزء الابيض، لان الجزء الابيض بيمرر. ممكن خليط الدقيق مع البيكنج باودر تعملي تصفيه بالمنخل او تنخليه مرة او مرتين، هتدي هوا للدقيق فهيدينا هشاشة للكيكة بتاعتنا. معلقة الخل مهمة جدا مع البيض، هتضيع الزفارة لكن في نفس الوقت بتعمل كمحسن فبتديكي طراوة للكيكة. طبعا كل المكونات بدرجة حرارة الغرفة. معلقة اللبن البودر بتدي طعم كده غني وجميل. وكمان معلقة النشا ما تستغنيش عنها. معلقة النشا مع الدقيق بتديكي هشاشة للكيكة بتاعتك، بتبقى طرية كده زي ما انتوا شفتوا الجزء اللي قطعته في اول الفيديو. يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم. انا حبيت الكيكة دي قوي، شكلها جميل قوي في التصوير وكان طعمها رائع جدا في الحقيقة. جربوها، مقاديرها اقتصادية، طعمها حلو قوي، هتنفعكم في الفطار او في العشاء. وصفة جميلة للضيوف. شايفين الجمال والحلاوة. اعملوا لايك بقى للفيديو الحلو ده، ولو انتي اول مرة تشوفي قناتي دعميني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل ليصلك مني كل اشعار جديد بكل وصفة انا بعملها. ما تنسيش تشيري الفيديو لكل اصدقائك عشان الفايدة تعم. انتظروني في فيديو جديد عن قريب ان شاء الله، له وصفات كتير حلوة وسهلة ولذيذة زي ما انتم متعودين مع توتي. القاكم في فيديو جديد عن قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.